اهلا بيكم. الفيديو النهاردة عن من القادم في طريقك. خلونا نشوف مع بعض مواصفات وتفاصيل كده عنه. معانا مجموعتين، المجموعة الاولى اللون الابيض، الحجر الابيض. المجموعة التانية الحجر الاسود. اختاروا بالاحجار او بالالوان او بالحروف، هسيبها لكم في صندوق الوصف. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. هسيبكم ثواني تختاروا ونبدأ على طول. تمام، نبدأ بالمجموعة الاولى اللي اختارت اللون الابيض. بالنسبة بقى للطاقة بتاعتك ايه؟ انت حاليا عندك اغراءات كتيرة قوي واختيارات كتيرة قوي وحاجات، يعني في وفرة في حياتك، وفرة بقى في الفرص. الفرص دي ممكن تكون اشخاص، يعني مثلا انت شخص عازب وفي قصادك اكتر من شخص مثلا بيحاولوا يقربوا منك، او ممكن تكون الفرص دي او الاختيارات دي هي شغل مثلا او وظائف في اكتر من حاجة، سواء بقى على مستوى العاطفة او على مستوى الشغل او الدراسة او ايا كان. انت مرهق من كتر الحاجات الكتير اللي حواليك دي، كتر الفرص حيرتك وقعتك في حيرة. انت ما شاء الله عندك وفرة، ولكن وفرة في الفرص، مش يعني ايه، حاسها وفرة في الفرص اكتر من كونها وفرة في النتائج. انتوا فاهمين قصدي؟ الاحتمال التاني ان انت الفترة دي اشتغلت كتير قوي قوي قوي، فانت برضو بترتاح دلوقتي وبتحاول تهدى شوية. يعني ايه، من بعد التعب والارهاق الكبير اللي انت مريت بيه. ده بالنسبة للطاقة بتاعتك. لو انطبقت عليك كمل قراية، لو ما انطبقتش عليك شوف المجموعة التانية. ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك. خلونا بقى نفتح الكروت. يا نهار ابيض، ايه ده كل ده؟ ايه ده؟ لا في ايه؟ لا الكروت غريبة قوي، انتوا شايفينها غريبة قوي. ايه العلاقة العجيبة دي؟ لا استنوا بقى، قبل ما ابدا انا حابة اقرا لك القراية الكارت ده. بيقولك انت تستحق الحب، انت جدير بان تحب، يعني بانك تتحب، جدير بانك تتحب. وانا حاسة ان انت متضايق ومتعصب. لا بس تصدق بقى، انت واقف هنا بالدرع. انت واقف بالدرع، واقف بتحمي نفسك من اي حد يحاول يأذيك او يقرب منك. على فكرة انت قوي قوي، انت شخصية قوية قوي. الشخص اللي جاي ده مش هيقدر عليك، مش هيقدر عليك على فكرة. ولو قدر عليك، لو الشخص ده من الماضي وقدر عليك قبل كده، فالمرة دي انت واقف له ومستعد له. اللي هو لو قربت مني هرشق السيف ده في وشك. شايفين هي عاملة ازاي؟ انت خلاص، انت بقيت عارف انك تستحق الحب وان انت جدير بانك تتحب. انت مش هتسمح له يعمل لك كده تاني. الشخص ده ممكن يكون من الماضي على فكرة. مم. القراية دي لناس معينة هيبقوا عارفين وهيقولوا ايوه انتي بتقولي ايوه، هو فعلا كده. هيبقى فعلا القراية دي جاية لاشخاص بعينها. فاحذروا بقى وخدوا بالكم. وانتوا ما شاء الله اصلا لوحدكم مستعدين، يعني مش محتاجين ان انا اوصيكم بحاجة زي كده. بص، اولا هو الشخص ده يعني مواصفاته سلبي الى ابعد الحدود. شخص بيعشق دور الضحية، انسان بيحب يرمي كل المشاكل اللي في حياته على الظروف، على الحياة، على مش عارفة ايه، على اللي حواليه. انما هو مستحيل يبقى هو اللي مسؤول عن اي حاجة. شخص غير مسؤول، شخص بجد وحش. الشخص ده مش حلو. هقولك ليه مش حلو، لان بقية النوايا مش حلوة على فكرة. بقى الشخص ده بيغير منك قوي. طيب الشخص ده وضعه المادي، الشخص ده نصاب. انا حاساه نصاب ولا حرامي، كأنه بيشتغل نصاب او حرامي. الشخص ده بجد ممكن يكون بيضحك على الناس وبياخد فلوسهم، ممكن يكون بيضحك على الستات وبياخد فلوسهم. ما عندوش امانة. بيسرق، لو بيشتغل عند حد بيسرقهم. بينصب على الناس. ممكن يبقى حرامي بجد. والله غريب قوي يعني. انا حاساه يا نصاب يا حرامي، يا زي ما بقولك كده شخص خاين للأمانة. شخص بيضحك على الناس وياخد فلوسها، بياكل حق اليتيم كده. فاهمين؟ طيب مشاعره تجاهك، عايز يكسرك. وهو فعلا عايز يكسرك، يعني حتى بص النوايا ايه، عايز يهزمك، عايز يعاديك. هو ماله متضايق منك كده ليه؟ هو انت ممكن تكون عملت له حاجة، ولا هو اللي كده، ولا هو دي شخصيته،
ولا مثلا انتوا سبتوا بعض فهو اتجنن بقى وتحول للشخصية الوحشة دي؟ انا مش فاهمة، يعني كل الكروت بالطريقة دي غريبة قوي. الشخص ده عايز او مشاعره تجاهك غيران منك، نفسه ان هو يتقاتل معاك، عايز يتخانق معاك، متعصب منك قوي، آه، حاسس بان انت يعني ايه، عايز ينتصر عليك بطريقة وحشة، مش بطريقة حلوة على فكرة. يعني مش مثلا كأنه بياخد حقه، لا، تحس ان هو بغير حق يعني. او ممكن تكون انت بقى تعبته قوي وصلته للحالة دي، بس هو اصلا شخص غير امين. يعني هو في حياته الشخصية نفسها شخص غير امين. فانا مش حاسة ان السبب يعني منك انت. ممكن تكون انت اخيرا عرفت قيمتك مثلا ووقف له بقى، وده اللي مجننه قوي. بس خد بالك، هو نوايات تجاهك مش حلوة، مشاعره تجاهك وحشة، ونوايات تجاهك وحشة. نوايات تجاهك ان هو عايز ياخد العلاقة دي مثلا لإيه؟ لا، هو عايز يحاربك، عايز يعاديك، عايز يكسرك، عايز ينتصر عليك. الشخص ده تافه وسطحي، يا اما بقى انت عملت فيه حاجة كبيرة قوي. طب هو ليه يعني هو ليه بيكرهك قوي كده؟ استنوا الكارت وقع. اه، هو انت هو انت طعنته مثلا في ظهره؟ انت عارف انت ممكن تكون عملت ايه؟ انت ممكن تكون سبته فجأة ومن عمايله، مش عشان انت وحش على فكرة. الشخص بالطريقة دي يتساب، يعني هو لازم يتساب. انا مش عايزة اظلمه والله، بس انت عملت له حاجة فيها معاناة، انت سبته على فكرة، رفضته. هو حاجة هو بيتألم قوي على فكرة، هو بيعمل كل ده عشان متألم قوي. انت سببت له ألم، وفي الغالب قوي انت انفصلت عنه. او اتجوزت، ممكن تكون اتجوزت، ممكن تكون اتجوزت حد غيره مثلا، او ارتبطت بحد غيره، او خنته. مش عارفة، بس انا حاسة ان هو مجروح منك قوي. هو مجروح منك ومتعصب منك، او انت بقى تبقى قادرة انت عملت له ايه، وهتبقى قادرة هو ليه متعصب منك كده، وكمان هتبقى قادرة ان كان هو يستحق اللي هو خده ده، ولا انت اللي ظلمته. بس انا مش حاسة ان انت ظلمته في حاجة، يعني فاهمين؟ فخدوا بالكم بقى، عشان الشخص ده انا مش مرتاحاله، واللي جاي في حياتكم ده يعني اقفوا له الوقفة اللي انتوا واقفينها دي. اقفوا يعني اقفوها بجد، اللي هو انا مش هسمح لك تعمل فيا كده تاني. لو قربت مني يعني ايه، هسيب السهم ده يدخل في بطنك. بس دي كل حاجة يا مجموعة رقم واحد. أشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. بحبكم جدا، مع السلامة. أهلا بيكم يا مجموعة رقم اتنين اللي اختارت الحجر الأسود أو اخترتوا بالحروف. انت ما شاء الله قوي، يعني ده انت شخص مكتفي ذاتيا، شخص بادئ بداية جديدة، شخص حر، شخص واثق من نفسه، شخص مؤمن جدا، ايمانك عالي قوي على فكرة، وواثق في ربنا ومتوكل على ربنا. شخص كمان معطاء وبتعمل خير كتير قوي الفترة دي. ممكن تكون دي شخصيتك اصلا على طول، وممكن الفترة دي بالذات انت بتطلع صدقات كتير، او بتحسن لناس كتير، بتعمل خير. ممكن تكون بتجهز شنط رمضان مثلا، كل سنة وانتوا طيبين. ممكن تكون بتعمل بتدي هدايا لحد، بتبعت هدايا لحد. ممكن تكون بتعمل خير في المطلق بقى. ممكن تكون هتسافر، بتخطط، بتركز في شغلك وبتحاول ان انت تتحكم في مستقبلك وتمسكه بايدك كويس، يعني اللي هو تبطل بقى ان انت مثلا تسوف او تأجل. لا، انت طاقتك جميلة قوي ما شاء الله، مكتفي، وكمان عندك يعني ايه، بقيت انت الشخص اللي بيعطي مش بس اللي بياخد. لا، انت بقيت جاهز وممتلئ ان انت تعطي اللي حواليك كمان، سواء نصيحة، حكمة، فلوس، خير. بس يعني دي بالنسبة للطاقة بتاعتك. لو انطبقت عليك كمل قراية، لو ما انطبقتش عليك شوف القراية التانية او الاولى بقى. طيب خلونا بقى نشوف برضو رسالة من الملائكة زي المجموعة الاولى توضح لنا القراية. هي ما شاء الله القراية جميلة يعني. ماشي. اولا، اول حاجة في مواصفات الشخص ده انه توأم روحك. يعني هو اصلا توأم روحك. حتى هنا جايلك بيقولك توأم الروح، نعم هذا توأم روحك.
وجاي لك برضو بيقول لك اسمح لأصدقائك بالمساعدة ان هم يساعدوك واطلب العون منهم. طيب انتوا هتبقوا أدرى بقى بالرسالة دي بالذات، دي جايه لكم انتوا. طيب اول حاجة بقى هو توأم روحك، هو حد ان شاء الله يبقى النصيب. الشخص ده كمان من مواصفاته انه بيعشقك. انا حاسة ان انت بتسأل عن حد هو بالفعل في حياتك، او حد مثلا لو انت ما تعرفش حد، يعني عمرك ما كنت في علاقة مع حد فيها حب قوي كده، يعني ده مش شخص من الماضي، فهو الشخص ده ان شاء الله هيبقى جاي لك العوض بقى، هيبقى جاي لك حاجة حلوة قوي. مواصفات الشخص ده انه رومانسي، انه علاقة انت اول ما هتشوفه كده هتحس انه ايوه انت، انا عارفك، انت اصلا علاقة روحية، انت حد انا عارفه من زمان. انا عايزة اخد لك مواصفات عنه اكتر. الشخص ده كمان عنده القدرة على الاختيار، يعني هو شخصية مستقلة قوية، مش محدش بيختار له حياته، هو بيختار حياته بنفسه. قوي قوي قوي. ياه، ده هو قوي وموهوب، وعلى فكرة هو وضعه المادي جميل. قوي، وشخص كمان شخص ناضج، شخص مسؤول، شخص على فكرة الناس اللي حواليه دايما بتستشيره. ممكن يكون شغال شغلانة ليها علاقة، مثلا مدرس، مستشار، محامي، ضابط، قاضي يعني حاجة كده ممكن، يعني مش شرط طبعا. بس الشخص ده بيطلبوا منه المساعدة كتير قوي بالنصيحة، لأن هو شخص خبير في الحكيم، يعني عنده حكمة. ممكن يكون متدين شوية، ممكن يكون روحاني، وممكن يكون بيجمع بين علوم الدين وعلوم الروحانية الاتنين مع بعض. الشخص ده مبدع وقوي ومسيطر على حياته، وكمان بيعرف يظهر، يعني مثلا ممكن يكون متحدث لبق، ممكن يكون بيعمل حاجات الناس بتشوفها، فيديوهات، ممكن يكون بيعمل مثلا أفلام في السينما، ممكن يكون بيعمل مثلا ممكن يكون عنده مثلا قناة يوتيوب بيتكلم فيها حاجات تعليمية. ايا كان طبعا مش شرط يعني، بس هو شخص قوي، شخص ساحر، ليه طلة حلوة كده. لما هتشوفه هتحس ان هو واو، امور، معجب بيه، عسول، حكيم كده، واثق من نفسه، حد مالي مركزه يعني. هو شخص جميل قوي على فكرة، وشخص كمان هو ممكن يكون شوية، بس على فكرة هو ممكن يكون ترابي، وممكن يكون شوية بس عملي قوي. هو على فكرة هو رومانسي وهيحبك وهيعشقك، بس هو قصدي يعني ايه، ممكن يكون عملي، وممكن يكون الماديات حاجة مهمة قوي. يا اما هو هيبقى شوية مش قوي، يعني ممكن يكون متمسك او حريص شوية ماديا، او العكس بقى. فالكارت ده هيبقى يا اما بيقول ان الشخص ده بخيل شوية أو حريص شوية، مش بخيل يعني حريص شوية، وممكن يقول إن هو شخص محوش مبلغ كويس، شخص مش مسرف، مش مبعزق يعني، لا بيعرف ازاي يصرف كويس، وبيعرف ازاي يدبر أموره كويس، شخص مسؤول يعني، فاهمين ازاي؟ ف دي برضو من صفاته، وانا حاساه ان هو شوية ترابي، مش شرط طبعا، بس هو ايه، في الطبيعة الترابية دي، اللي هو الناس اللي بتحب العمل والشغل والكلام ده كله. كمان وضعه المادي حلو قوي، هو شخص مدمن على العمل، يحب يعمل يشتغل على فكرة ممكن تكون شغلانته شوية صعبة، او هو مثلا بيحب يعمل كل حاجة بايديه، ما بيسيبش حد يعمل معاه حاجة، او هو شغلانته صعبة، او بيحب يخش في المهام الصعبة. هو منتج جدا على فكرة، شاطر، بيجتهد، بيتعلم طول الوقت، بيطور نفسه طول الوقت. شخص هو وضعه المادي هيبقى جميل على فكرة، هيبقى حلو يعني. هو حتى لو، وده مش قوي يعني، لو هو لسه وضعه المادي تحت مثلا، مش ما عملش فلوس او كده، بس هو بيجتهد وطموح، لكن هو في الاغلب هيبقى شخص ناجح بالفعل، ومش لسه بيبدأ حياته يعني، لا هو شخص بالفعل عنده انجازات وعنده فلوس كمان. طيب مشاعره بقى اعجاب، هيبقى معجب بيك قوي 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 قوي، حاسك ان انت حاجة يعني. هقول لك على حاجة غريبة قوي، هيبقى هو الشخص ده اصلا شوية قافل على نفسه وشوية عملي زي ما بقولك كده، فانت هتبقى الحاجة المسلية في حياته، الحاجة اللي بتطلعه بره مود الشغل بقى والتعب يعني مش ان هو بيتسلى بيك، لا، انت الحاجة الحلوة اللي في حياته، انت الحاجة الحلوة الجميلة اللي في اليوم بتاعه من بعد التعب والارهاق.
هيبقى ممتن لوجودك قوي، يعني هو هيبقى حاسس باحساس غريب قوي تجاهك، الامتنان، يعني مرتاح معاك وحاسس معاك بالامان، وحاسس معاك ان انت الشخص اللي بيرفه عنه وبيعرف ازاي يخليه يبقى مبسوط كده ويطلع الطفل اللي جواه ويفصل شوية عن وجع الشغل ودوشة الشغل. هيقضي معاك وقت جميل قوي، وهيبقى ممتن قوي قوي لوجودك، هيبقى معجب بيك قوي. خلونا بقى نوضح اكتر وضع العلاقة هيكون ايه وهيبقى عايزه معاك ايه. انتوا ممكن تشتغلوا مع بعض على فكرة، احتمال يعني وارد. هو وضع العلاقة غريب، بصوا ممكن يكون بطيء شوية، ممكن يبقى بطيء شوية مثلا، يعني ممكن ايه ما ياخدش ما يعترفلكش على طول بالمشاعر، ما ياخدش الموضوع بطريقة. بصوا بقى، مش بقولك هو هيبقى بيقولك ايه، انا مش هقدر ان انا افضل بجانبك دلوقتي، انا محتاج شوية مسافة. ليه بقى؟ بس مش بطريقة وحشة، مش ان هو عايز يبعد عنك، هقولك ليه. الشخص ده زي ما بقولك كده هو بيحب يحسب اموره قوي، بيحب يركز ويشوف بالظبط هو عايز ايه، فما بياخدش خطوة سريعة. الشخص ده مش متسرع في خطواته، فاهم ازاي؟ فهو ليه هياخد وقت وليه شوية ممكن يتجنبك؟ لانه هيبقى اولا معجب بيك قوي زي ما قلت لك، وفي نفس الوقت الشخص ده القرارات عنده حاجة صعبة قوي، مش بسهولة بياخد قرار، لانه يوم ما بياخد قرار او في علاقته معاك بالذات، هو مش هيبقى عايز ياخد قرار ان كان يقضي وقت معاك ولا لا، هو هيبقى عايز ياخد قرار يتجوزك ولا لا. الشخص ده عايز يرتبط، وما دام عايز يرتبط دي خطوة كبيرة قوي، مش هينفع ياخدها بطريقة فيها تسرع. الشخص ده هيبقى عايز علاقة جواز معاك، استقرار، علاقة مستقبل، عايزك تبقى معاه في مستقبله. فللأسف هو هيحتاج ياخد شوية مسافة كده على جنب، يقعد يفكر ويقرر. عشان يقرر هو هيبتعد شوية كده الفترة عشان يقرر، يشوف إن كان هيكون معاك ولا لأ. بس هو على فكرة بنسبة كبيرة إن شاء الله يعني ممكن يكون هيبقى ناوي، يعني مادام هو معجب يعني هو بصوا هيتوقف بقى على اسلوبك ساعتها ورد فعلك ساعتها على البعد اللي هو هيعمله ده. حاول انت بقى تتصرف بطريقة ناضجة، بطريقة تثير اعجابه اكتر، بان انت تديله مساحته وتبدأ مثلا ما تلحش عليه، ما تقعدش بقى تعمله دراما وكده. وساعتها لان هو على فكرة لما هيبقى بيبعد عشان ياخد قرار، عشان يفكر ويشوف حقيقة مشاعره ايه، انا فعلا بحبه ولا معجب بيه بس. فخدوا بالكم بقى من الحتة دي. بس هو نوايات تجاهك جميلة، نوايات تجاهك مفيهاش اي حاجة تخوف. فاشكركم جدا يا مجموعة رقم 2، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. اشكركم جدا، مع السلامة.